بسم الله الرحمن الرحيم. لفهم العمق المجتمعي لطنجة والبعد العلمي والفكري والثقافي كعناصر التركيب، علينا بطرح ومطالعة النصوص المكتوبة التي وصلتنا خلال النصف الأول من القرن العشرين، وتلك النصوص على تنوعها سواء أدبية أو علمية أو دينية هي المدخل الوحيد والمفتاح الذي يؤهلنا للدخول نحو فهم أعمق للفكر المجتمعي الذي ورثناه أو الذي أثر في تركيبة المجتمع الطنجاوي لما بعد مغرب الاستقلال، محدثا نتيجة حتمية للتحولات الكبرى التي أثرت بشكل مباشر في بناء مجتمع طنجاوي حديث منكب يصارع تركيبته الاجتماعية المنغلقة، انحصرت في مجتمع أبوي بادرياتيكي بدءا من نهاية القرن السابع عشر، والذي انبثق بدوره من تركيبة مجتمعية قبلية عشائرية فرضت قواعد وشروط الانتماء لها، ليدخل المجتمع الطنجاوي في صراع مع الذات ما بين المحافظة على تقاليده وثقافته وبين ضرورات الانفتاح على محيطه. وفي حلقة اليوم سأقرأ نصا غريبا من نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين حول الحركة المسرحية في مدينة طنجة. في مقال نشر في مجلة الطنجيون في صيف 2002 في العدد الثالث بعنوان موقف الفقهاء الطنجيين من الحركة المسرحية الإسلامية في العهد الإدارة الدولية للمرحوم عبد العزيز خلوق التمسماني، جاء في الفقرة الأولى: قال الإمام الحافظ الشيخ أحمد بن الصديق في مخطوطه جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار: بلغ الجهل والفجور بأهل مدينة طنجة إلى أن أقاموا مرة حفلة تمثيل اقتداء بما اخترعه الفرنجة من ذلك، إلا أنهم لم يجدوا من يمثلونه إلا الله تعالى وملائكته الكرام، وصادف أن الذي جعلوه في التمثيل هو الله تعالى عن كفر علوا كبيرا، كأن ولد أعشى البصر أعمى البصيرة، فكان كالدجال وأهل طنجة قومه، وهذا شيء ما سمعنا به صدر في بلدة ولا من أمة، وحتى من اليهود والنصارى، بل ومن الملاحدة والزنادقة ومنكر الأديان ووجود الله تعالى بالمرة. أصدقائي، أكتفي بهذا النص، حلقتنا اليوم انتهت، ألتقيكم في الحلقة القادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، إلى اللقاء.